خلال حفل جمعية قناة السويس للتنمية الاجتماعية يسعدنا أن نلتقي بمحافظ السويس السيد اللواء العربي يوسف السراوي. سيادة المحافظ، أنت مشرفنا النهاردة في الاحتفال مع أطفال السويس. اهلا يا استاذه امينه، احنا فعلا النهارده بنشارك اطفالنا اطفال السويس في الاحتفال بالمناسبه الجميله دي. انا برضو معاكي ان انا ما بحبش اقول كلمه يتيم، لان هذه الكلمه احيانا ما تحدث جرح لدى الاولاد والبنات الصغيرين، لكن هم اولاد السويس، واحنا جينا النهارده نشاركهم في فرحتهم ونرسم البسمه على شفاههم. واطفال السويس كانوا النهارده سعداء جدا بحضور حضرتك طبعا، بس انا عاوزه اسال سؤال، هل احتفالنا مع الاطفال المحرومين من حنان الاب يقتصر على شهر واحد في العام؟ والله دي كانت توصيتي للمحتفلين النهارده. احنا قلنا لهم يا جماعه مش لازم نيجي على شهر ابريل ولا اليوم المخصص ليوم اليتيم العالمي ونقول ده يوم واحد في السنه، لا، احنا هم محتاجيننا. ان انا لمسته، انا شاركت في اكثر من احتفال لاكثر من جهه. شايف ان الدعوه اللي حضرتك بتوجهيها من خلال موقع فيديو سيوز دلوقتي، ان ايه المشكله ان احنا نجتمع في شم النسيم؟ ايه المشكله ان احنا نجتمع في العيد في احد الاعياد؟ ايه المشكله ان احنا نجتمع في اجازه نص السنه؟ ايه المشكله انه يبقى اكتر من يوم والايام ربنا كتيره ونشارك في ان احنا نبقى مع بناتنا واولادنا ونفرحهم بينا لانهم محتاجيننا فعلا. تمام. طب توصيات حضرتك بالنسبه بقى لاهتمام المحافظه بالاطفال المحرومين من ابائهم، ممكن المحافظه نفسها تقدم لهم ايه؟ احنا عاده يعني بنهتم بدور الايتام ودور المسنين. الانشطه دي انشطه مهمه جدا، يجب ان مش المحافظه بس اللي تهتم بيها، يجب العديد من رجال الخير، بلاش نقول رجال الاعمال، رجال الخير في المحافظه ان يشاركوننا في هذا الاهتمام، لانه هو احنا ديننا الحنيف وتعليماته واضحه وصريحه في هذا الشأن. لو احنا طبقناها صدقيني يعني هيبقى في ميزان حسنات الجميع، وهنوجه بناتنا واولادنا نفسيا ومعنويا لانهم يبقوا افراد صالحين يخدموا بلدهم ونفرح بيهم ويفرحوا بينا. تمام. سياده المحافظ، عاوزين نعرف الجديد بالنسبه لانجازات سيادتك في محافظه السويس. والله انا ما بحبش يعني حكايه ان احنا نقعد نتكلم على الانجازات ديت. انا اتعودت كرجل عسكري ان انا اتكلم على ارض الواقع. احنا شغالين دلوقتي في 3 محاور رئيسيه. المحور الاولاني محور اسكان الشباب او اسكان اجتماعي المحدود الدخل، خلينا نسميه بقى لان الاسماء كترت قوي خلال الفتره اللي فاتت، وننتهز الفرصه دي على موقع فيديو سيوز ونقول ان احنا حاليا بنسلم الاسكان القديم اللي هو 3648 شقه في مدينه الشهداء. بننتهي من تسليم هذه الوحدات الى مفاتيحها تسليم مفتاح، وشغالين بالتوازي في المرافق بتاعتها، وبدأنا بالصرف الصحي او شكنا ان احنا حوالي نسبة تنفيذ دلوقتي حوالي 75%. شغالين في المية، عندي مشكلة مع وزارة الري مش عايزين يدونا مية، وعندي مشكلة في الكهرباء بنحاول نوفر لها الاعتمادات المطلوبة علشان وقت ما اخلص، انا دلوقتي في نص التسليم، وقت ما اخلص يكون انتهينا من مشكلة المرافق. بدأنا بس بالصرف الصحي لانه كان بياخد وقت طويل شوية، خصصنا له بعض الاعتمادات والحمد لله بننهيها. الجديد دلوقتي ان احنا شغالين في 3480 وحدة سكنية، ودول بقى على ارض الواقع لان احنا وصلنا فيهم للدور الثاني والثالث وفي الخامس، وشغالين فيهم ب110 مقاول. المفروض ان احنا ننتهي منهم في خلال 7 شهور. شغالين في المرافق بتاعتهم دلوقتي عشان ما نكررش اخطاء الماضي. معالي وزير الاسكان طلع وصرح ببعض الشروط العامه لمين هيبقى المشروع ده مشروع اسكان اجتماعي المحدود الدخل. غالبا الشروط اللي اتكلم فيها احنا بنبدا من 21 سنه ل 50 سنه ل 45 سنه، راتب لا يتجاوز 2500 في الشهر. المشروع كله 3 غرفه وصاله، التشطيب بتاعهم عالي والمداخل بتاعتهم رخام، ومساحه 75 متر.
لو احنا شغالين في المرافق بتاعتهم وشغالين في المشروع نفسه بنتنافس مع المقاولين في اعمال انهاء هذه المشروعات كلها جنوب منطقه الشهداء ومنطقه الكبانون، يبقى احنا حلينا جزء كبير قوي من المشكله. ايضا ليس سرا ان احنا شغالين في استكمال لهذا المشروع، بس دي مراحل ورقيه ما اقدرش اتكلم فيها. خليني المواطن دلوقتي ما بيصدقش غير اللي بيشوف. في اعداد تصل الى ضعف هذا العدد شغالين فيها في المرحله الورقيه، اشهرها مع صندوق التمويل العقاري، ده يمكن شروطه تكون اعلى شويه، يعني شرط السن بنعدي لغايه 50 سنه، يمكن يبقى ربع المرتب، ده يناسب فئات معينه، ما يناسبش الاسكان الاجتماعي. شغالين برضو في المرحله الثالثه من هذا المشروع، يعني بنصل الى 3000 وحده ان شاء الله. دي مراحل ورقيه مش عايز اتكلم عنها قوي، لكن بقول ان احنا بنخلص المشروع اللي احنا بنسلم فيه، بدانا في الجديد بعد 7 شهور ينتهي، والمراحل اللي بعديه كلها بنفس الاسلوب هيبقى في اعمال تزامن في البناء، فيعني ده يحل المشكله. ده المحور اسكان يعني هيتم بتلافي كل سلبيات المرحله السابقه، وهيحل مشكله كبيره قوي لقطاع عريض من شباب السويس. اللي انا عايز اكد بقول ان ده اسكان اجتماعي لمحدود الدخل، اللي هيقدم هيدفع 5000 جنيه مقدمه، وقسط شهري ممكن يبقى في حدود 225 جنيه ولا حاجه، وهنعمل بحث وهندي لمن يستحق. طب سيادة المحافظ، معلش انا ما كنتش ناوي والله ادخل في اسئله تانية، بس طالما اتكلمنا على الشباب، في للاسف مشكله كتيره قوي بيواجهها فئه عريضه من الشباب، هنقدر نقول عليهم الفئه المنسيه، وهي من سن تقريبا 30 الى 45 سنه، لغايه دلوقتي الشباب دول في منهم ما تعينش في اي وظيفه. الشباب دي نقدر نحل مشكلتهم ازاي؟ ده المحور الثاني فعلا، محور تشغيل الشباب. محور تشغيل الشباب، احنا كمحافظه لازم السياسة دي أو الثقافة دي تبقى موجودة عند الناس. المحافظة لا تشترك في التعيينات الحكومية. يعني إيه؟ يعني التربية والتعليم طالبة مدرسين، وزارة التربية والتعليم بتحط شروط، بتوفر درجة مالية، بيبقى في عجز بعض الوظائف، بتعلن عن مسابقة بيتقدم إليها من ينطبق عليه الشرط. فأنا إيدي مغلولة عن الوظائف الحكومية، لكن اللي إحنا بنشتغل فيه إيه عشان أبقى صريح، أو أقول أنا إمكانياتي إيه، أو يبقى الدور بتاعي ودور المواطن مفهوم إيه. أنا عندي فوق 25,000 شاب لا يعملون. الفرصة الوحيدة دلوقتي إن اللي عايز يشتغل في الحكومة فليترقب الإعلان والمسابقات التي تعلنها الجهات الحكومية، تطلع صحة، تطلع شركات بترول، تطلع هيئة قناة السويس، تطلع بتروجيت، تطلع زي ما تطلع. دي شروط أنا إيدي مغلولة عنها. دوري أنا إن أنا أترقب التعيين في هذه الشركات، لكن إحنا المحافظة بنعمل إيه؟ إحنا بنتدخل مع شركات القطاع الخاص في تعيين الشباب. شركات القطاع الخاص في شركات جديدة بننشئها لأول مرة. أول ما بيبقوا يتم مرحلة الانتهاء من الإنشاء بيجي يطلب من المحافظة جهاز تشغيل الشباب، أنا عايز 100 واحد. بس يا فندم في حاجة، كلهم بيحطوا شرط السن، وده النقطة اللي أنا بتكلم عليها بالظبط. حاضر، ما هو أنا برضو إيدي مغلولة عندي، أنا ما بعرفش أشغل حد في شركات القطاع الخاص غصب عنه، هو بيحط مواصفات لأنه عايز يكسب. طب دور المحافظة في كده إيه؟ هل نسيب الشباب دول من غير شغل؟ ما كملتش لحضرتك بقى. إحنا في الفترة الأخيرة نجحنا في تشغيل أكتر من 1800 شاب. المشكلة عندي فين بصراحة؟ إن يجي يقول لك أمن وحراسة أنا ما بحبش، فبيضطر صاحب المصنع يجيب أمن وحراسة من بره. طب لما يبقى أمن وحراسة وأنا قاعد فاضي ومرتبي 1625 جنيه، أروح ولا ما أروحش؟ المفروض أشبط وأروح أشتغل، وبعدين تيجي ظروف تانية نحسن وكده. أنا نصيحتي لأولادي إن هم يقبلوا المتاح حاليا بدل قعدتهم، وبعدين تيجي فرصة تانية يحسن وضعه. فاحنا دورنا في هذا ان احنا بناخد الاعداد اللي مطلوبة من الشركات، بنعلن على الشباب، بنشترك في الاختبار اللي اللجنة بتاعة الشركة بتعمله، وبعدين على كل واحد يعني يشوف الوظيفة المناسبة بالنسبة له ايه يقبلها بدل القعدة في البيت حاليا. الامل فين؟ الامل بقى بيجي مع الكلام اللي كنا بنتكاوله دلوقتي مع الزملاء في الهدف القومي اللي
اللي من وراء مشروع تنميه قناه السويس. ده ان شاء الله هيستوعب العديد من الشباب، مش بس في السويس، دي حقيقه، وشباب مدن القناه كلهم ويمكن الجمهوريه كلها، لانه في شركات عملاقه هتنشأ هتستوعب العديد من الشباب، هيبقى فيها فرص عمل كبيره. بس بقول للشباب اصبروا علينا شويه. لا، هو موضوع طبعا تنميه محور قناه السويس موضوع طويل جدا، واكيد هيبقى لنا لقاء مع حضرتك بخصوص الموضوع ده. بس حاليا حضرتك توجه ايه لكلمه ايه للاطفال اللي نقدر نقول انهم محرومين من الحنان؟ بالنسبة للأطفال المحرومين من الحنان، وأنا بحترم الكلمة دي تماما، أنا بدعو كل من يستطيع أن يدعم في هذا الاتجاه، سواء دور الأيتام أو دور المسنين. ده نشاط مجتمعي يحترم جدا، وما تحرموش ولادنا ولاد السويس من إن احنا نرسم البسمة على شفاههم. واحنا من خلال موقع فيديو السويس بنضم صوتنا لصوت السيد محافظ السويس اللواء العربي يوسف السروي، وبنتمنى فعلا الابتسامه ما تفرقش الاطفال المحرومين من الحنان. سياده المحافظ، بنشكر حضرتك على اللقاء المثمر ده. العفو فندم، مبروك على الموقع، وان شاء الله يعني اكون احد الرواد لهذا الموقع، ونعرف فيه برضو بدعو شبابنا وكل الاعمار ان هم يتواصلوا معنا من خلال هذا الموقع، نعرف مشاكلنا، ناخد وندي مع بعض، نبقى اسهل شويه من حكايه ان احنا جينا نقابل المحافظ ما عرفناش نقابله. ماشي يا فندم، الف شكر. سياده المحافظ، اهلا بكم فيديو السويس من خلال حفل جمعيه قناه السويس للتنميه الاجتماعيه، ومعانا استاذ حسام الدين مؤسس فريق تقدر لاعمال الخير. اهلا استاذ حسام. اهلا بحضرتك. استاذ حسام، احنا طبعا بنسمع كتير قوي عن فريق تقدر لاعمال الخير، وبنشارككم كل فعاليات الفريق، ودايما انتم متواجدين في كل اعمال الخير اللي موجوده في السويس الحمد لله. عاوزين نعرف بقى الجديد اللي هتعملوه. والله احنا لسه بفضل الله لسه مكملين سنه. يوم 4/4 اللي فات كنا عاملين حفله يعني من قريب جدا، يوم عيد اليتيم كنا عاملين حفله، يعني اولا عشان نفرح الايتام، ثانيا عشان ندشم مرور سنه على الفريق. وبالنسبه للجديد، في فريق جديد اسمه فريق متجمعين. فريق متجمعين فكره جديده قالها الاستاذ وليد ابو العيله، وانا قمت بفضل الله يعني على تجميع كل الافراد بتوع المجموعه. الفكره يعني بدرت منه ان الاستاذ وليد صاحب فريق كريزي شو لالعاب الاطفال يعني والعرايس وكده، فهو قال ان هو كان عايز يعمل اكبر حفله اطفال على مستوى السويس. فلما جه كلمني فرحت قلت له خلاص ان شاء الله باذن الله يعني هنقدر هنجمع اكبر يعني عدد من المجموعات الخيريه الموجوده في السويس عشان نقدر نخدم اكبر عدد من الاطفال. يعني حضرتك دمجت كل الجماعات الخيريه في فريق متجمعين، تمام كده؟ صح كده. بس هي يعني مش كلها، احنا ربنا وفقنا جمعنا 13 مجموعه. طب هتعملوا ايه بقى من خلال متجمعين؟ والله من خلال متجمعين ان شاء الله باذن الله، هي احنا يعني هنبتديها باول فعاليه يوم الجمعه الجايه، هتبقى حفله ايتام. ولكن في الاساس ان شاء الله باذن الله يعني فريق متجمعين فكره مستمره، يعني على طول، هي فكره احنا اسسناها عشان خاطر نشتغل يعني في الخير يعني على طول. هي الفكره كمان احنا عايزين نعمل اساس للعمل الخيري والخدمي على مستوى السويس كلها. يعني ايه؟ يعني عايزين نقول للناس اللي احنا كلنا ايد واحده، عايزين نقول للناس مش لازم مثلا عشان فريق تقدر هيشتغل لوحده، لا. طب ليه مثلا مش فريق تقدر وجمعيه كذا وجمعيه كذا وجمعيه كذا وجمعيه كذا يشتغلوا؟ هي دي الفكره، اللي احنا كلنا نكون مجموعه واحده نشتغل ككيان واحد في السويس. هو جميل طبعا ان كل الجمعيات الخيريه والمجموعات اللي موجوده انها تندمج او تتفق على فكره واحده وتبقى ايد واحده. طبعا احنا بنشكر حضرتك ومستنيينكم ان شاء الله في متجمعين، ونشوف هتعملوا ايه وهنكون معاكم ان شاء الله باذن الله. انتوا ان شاء الله هتيجوا تنورونا، وان شاء الله باذن الله يعني عاملين صفحه باذن الله اسمها متجمعين، ده جروب رسمي للموضوع، وان شاء الله باذن الله احنا هندعوكم يعني ان شاء الله باذن الله تكونوا متواجدين معانا يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، هتكون اول فعاليه ان شاء الله. ان شاء الله. الف شكر استاذ حسام. ربنا يخليك. ومن خلال احتفالنا النهارده في جمعيه قناه السويس للتنميه الاجتماعيه بمشاركه جميع اطفال السويس، نلتقي مع الناشطه الاجتماعيه استاذه هبه بوهي، وهي احدى المنظمات لحفل اليوم. استاذه هبه، احنا شايفين ما شاء الله الاحتفال جميل جدا، وقدرتوا تجمعوا مجموعه كبيره قوي من الاطفال، مش هنقول بقى الاطفال ايتام عشان اللفظ صعب شويه، هنقول اطفال السويس. عاوزين نعرف انتوا قدرتوا تعملوا ده ازاي؟
احنا اولا اخترنا يوم جديد بدل يوم اليتيم، فقلنا اخترنا يومك بيجمعنا وابتسامتك بتفرحنا، بدل ما يبقى يوم اليتيم يبقى برضو الاسم صعب قوي على الاطفال وكده. وابتدينا نفكر ان دلوقتي كان في كذا دار بتاع ايتام، كل الجمعيات بتستسهل وبتفكر ان ايه تاخد الايتام على طول من المكان. تمام. احنا تعبنا شويه، نزلنا وعملنا بحث في المدارس، اخذنا الاطفال اللي هم اللي موجودين في المدارس الايتام، لان حاسه ان هم يا عيني مهمشين، محدش فكر فيهم، محدش حس بيهم ان دولت فعلا محتاجين مساعده، محتاجين حد يقف جنبهم. فكانت دي بقى ان في فكره جديده ان ما نهتمش بالجمعيات بس، لا نهتم برضو ايه باللي هم الايتام اللي موجودين في المدارس. التربيه والتعليم ساعدتكم في حاجه؟ يعني ده كانوا بالتنسيق مثلا مع مديريه التربيه والتعليم بالسويس؟ والله كانت الاخصائيات الاجتماعيات عاملين زي فايلات كده، فيها طبعا اسم الطفل، رقم تليفونه، حالته ايه، مثلا والده متوفي او مثلا كم اخ او اخت ليه كده يعني. بحث اجتماعي عن الاطفال الموجودين او التلاميذ اللي موجودين في المدرسه. حبينا بقى برضو باستفاضه اكتر بعد الحفله ان شاء الله، انا والبنات هنعمل برضو بحث تاني بفايلات، يبقى يعني تبقى الفايلات دي فعلا يبقى التفاصيل فيها اكتر عن الحاله نفسها. يعني ان شاء الله مستمرين في فعالياتكم، مش بسبب شهر واحد في السنه نقدر نقول؟ لا هو طبعا الخير ما بيوقفش، وطبعا المحتاجين بيبقوا محتاجين، وقفنا جنبهم في اي يوم وفي اي وقت، مش مثلا في يوم واحد في السنه. وعلى فكره انا بتعب قوي من يوم اليتيم ده، يعني بحس ان كل الناس في يوم اليتيم ده بتشاور عليه بتقول له يوم اليتيم، يعني بتبقى محرجه قوي للطفل. بس المفروض ما نهتمش بالطفل في اليوم ده بس، يعني طول السنه. تمام كده، الف شكر استاذه هبه، وان شاء الله في الخير دايما متجمعين. ميرسي قوي على ذوقكم وتشريفكم لينا. وما زلنا في حفل جمعية تنمية قناة السويس للتنمية الاجتماعية، ومعانا نائب رئيس إدارة الجمعية أستاذ سامي غريب. اهلا وسهلا، اهلا بيك. أستاذ سامي، بالنسبة للاحتفال النهاردة قدرتوا تعملوا إيه عشان تجمعوا الناس دي كلها وتفرحوا الطفل السويسي؟ والله هدفنا في الاول ان احنا نجمع الاطفال دي بحيث ان احنا نحسسهم ان هم ليهم ابهات، وان الناس دي كلها اهلهم. مش عايزين نحسسهم ان في شيء عندهم مفقود، يعني ان هم يكونوا عناصر مفيده في المجتمع بس يعني. طب نشاط الجمعية قاصرة على الاهتمام بالطفل اليتيم فقط، ولا في أنشطة تانية للجمعية؟ لا، في احنا بنحاول ان احنا نساعد الاسر الفقيره، لو في اي بنت بردك فقيره بنحاول ان احنا نجهزها، بنحاول ان احنا نكون يعني عناصر مفيده، ان احنا نفيد الناس دي باي شكل من الاشكال الماديه اللي هم يعني النهارده الماده بقت شيء صعب مع الناس دي. أكيد طبعا. فاحنا بنحاول ان احنا نساعدهم باي شكل من الاشكال ايا كان يعني. ألف شكر يا فندم، وإن شاء الله في الخير دايما. ربنا يخليك، شكرا. الشاطره تروح توديه هناك.